بتكلم لكم عن شيء صاير في المجتمع حاليا بعد السنة الجاية. وطبعا من اللي يعرفهم أنا دايم يقولون الكلام هذا، ولا شك حنا نقوله بعد. يجيك واحد يقول يا أخي وش هالطفش هذا، يا أخي والله قلق، يا أخي والله متضايق أنا، يا أخي ما في وظائف، يا أخي ويا أخي. كثير من المجتمع يقول هالكلام هذا، يلعن الدنيا ويلعن كل شيء بهالدنيا. بالمختصر طفشان 24 ساعة. يلي طفشان 24 ساعة تبي الله يسعدك، تبي الله يوفقك، تبي أبواب الخير تنفتح لك، الحل موجود. الحل هو الاستغفار. الزم الاستغفار وراح تنفتح لك أبواب الخير. بشخص يقول أنا والله ولله الحمد إني أستغفر أنا، لكن أحيانا تلهيني السوالف وانسى إني أستغفر. كثير من الناس ينسوا، وأنا أول واحد أنسى. تلهينا السوالف وننسى نستغفر. أبوريكم شيء بعد السنابة هذه يخليك تستغفر لو تبي 24 ساعة، اللي هي هذه اللي يسمونه خاتم التسبيح. تبي ما تنسى حطه بيدك وخله، حتى لو تسولف راح تذكرك أصلا. استغفر وراح تنفتح لك أبواب الخير. بتكلم لكم عن شخص التزم الاستغفار وشوفوا وش حصل. يقول هذا يوم من الأيام كان رجل يطلب 27,000. يقول جاء وقت السداد ولا معي شيء أسدده مرة. عزمت أني استغفر لين الله يفرج عني. يقول ماني متكلم معه، أبلتزم الاستغفار. استغفرت من العصر لين جاء وقت العشاء. يوم جاء وقت العشاء فرجه الله عني. يقول ما خليت الاستغفار إلا بوقت الصلاة اللي هي صلاة العشاء. يقول صليت العشاء، يوم خلصت خذيت شوي وتجيني رسالة من البنك، تم إضافة في حسابك 50,000. يقول منين؟ انتداب له قديم. 27,000 مطلوب، ما جاء 27,000، جاء زيادة 50,000. سبحان الله، بسبب الاستغفار.